الله والصلاة والسلام على رسول الله. وش راكم حباباتي؟ لاباس؟ اليوم ان شاء الله جيت نحضر معاكم بوراك يجي مقرمش من برا والحشو تاعو يجي مفرمج ما شاء الله. ما نطولش عليكم خياتي، نجوزوا مع بعض الطريقة والمقادير مباشرة. اول حاجه نديرها نجيب المقله ديالي نحط فيها شويه تاع الزيت، عندي زوج حبات تاع بصل، 3 فصوص تاع الثوم، نجيب نص صدر تاع الدجاج. بعد ما تقلالي مليح هذاك البصل نضيف عليه هذاك الصدر تاع الدجاج ونضيف الملح شويه فلفل اسود، ونجيب هنايا زوج حبات نتاع البيض. بعد ما طابت لي مليح هذاك الدجاج والبصل نضيف عليه زيتون اخضر اختياري. في نفس المقله نجيب نحضر لاصوص تاع الفرماج ديالي. عندي كاس تاع حليب نضيف عليه مغرف كبيره فرينه، نزيد نضيف عليهم 5 حبات نتاع الفرماج. فوالا نحركهم مليح. من بعد نعاود نجيب هذيك لافاكس اللي كنت حضرتها تاع الدجاج والبصل، نخلطها مليح مع هذاك الحليب والفرماج. دوكا نخلي لافاكس تاعي تبرد لي، من بعد نجيب نضيف عليها شويه تاع الزيتون اسود. انا نحب البوراك ديالي بالزيتون اختياري، مع شويه تاع المعدنوس. دوكا واش ندير؟ نجيب الديول ديالي ونبدا نشكل في البوراك. فوالا نجيب الحبه تاع الديول نطويها شويه هكا من الفوق، ونبقى ندير في لافاكس ديالي في الحشو ونغلقها بكل سهوله، يعني طريقه سهله. فوالا هكذا نطويها بالعقل. هاي ديك الحبه هذه الاولى. نكمل كامل انا خياتي بنفس الطريقه، نكمل كامل البوراك اللي عندي. من بعد نجيب مقله نحط فيها شويه تاع الزيت، ونبقى نحط البوراك ديالي ونقليهم. الزيت ما يكونش بزاف، انا ما نحبش نقليهم فيه الزيت بزاف، ما تكونش المقله معمره مليح. نكمل انا نقلي كامل البوراك اللي عندي ونولي لكم. هامليك خياتي الحبات تاع البوراك اللي حضرتهم معاكم. اسمعوا حباباتي، هذيك القرمشه من الفوق جاو مقرمشين الله يبارك، ومن داخل الحشو تاعهم جا ما شاء الله مفرمج. جربوهم خياتي وان شاء الله ينالوا اعجابكم، وما تنسونيش حباباتي بلايك واشتراك في القناه فضلا وليس امرا، باش نزيد نعطيكم وصفات ان شاء الله.